عفاكم توقفوا على الشكوى. توقف على انك تشوف بانك ما عندك الزهر، توقف على انك تشوف لا انا ما عنديش خدمه، ما عنديش دار، ما عنديش طوموبيل، ما عنديش. عفاكم ركزوا على الامور الزوينه اللي عندكم في حياتكم. ركزوا على انك الحمد لله كتمشى، كتنفس، الحمد لله عايش في بلاد فيها امان، الحمد لله كتحط راسك على المخده بلا الام. عافاكم امتنوا لله سبحانه وتعالى على النعم اللي عاطيكم، عوض ما نركز على السلبيات والامور اللي ماشي زوينه اللي في حياتي. نركز على الامور الزوينه، نحمد الله ونمتن الله على نعم الله سبحانه وتعالى، لان اي حاجه في الحياه حنا ركزنا عليها كتكبر كتكبر كتكبر. فلا ركزتي على مشاكلك واحتياجاتك والامور اللي ما عندكش غادي تكبر، ولكن الا ركزتي على النعم اللي الله سبحانه وتعالى محاوطك بها غادي تزيد تكبر. تعلموا تشكروا الله سبحانه وتعالى في اقوالكم وافعالكم وتصرفاتكم. تعلموا بانكم تستمتعوا بكل لحظه نتوما كتعيشوا، لان هذه السعاده ما مربوطاش بديور، السعاده ما مربوطاش بزواج، والسعاده ما مربوطاش بسفر خارج المغرب، والسعاده ما مربوطاش بواحد المبلغ كبير في البنكات. السعاده مربوطه بك انت الا عرفتي كيفاش تعيشها.